حلوه، يعني حلوه. انا شايف ان هي زادت الصراحه بجد والله. تصدق لا زادت. انتوا شايفين ايه اخواتي المتلتمين؟ النهارده اخيرا هنعرف مع بعض اسرار المحترفين، ازاي بيجيبوا هيد شوت، وشويه نصايح هتخليك سريع. فمش هطول عليك، انزل تحت اعمل لايك واشترك في القناه وانضم لاقوى جيش على اليوتيوب، جيش المتلتمين. ويلا بينا. اول سؤال معانا هو يا تشاد، عايز اكون اسرع وانا بلعب، اعمل ايه؟ عشان تكون سريع في لعبة فري فاير، 1 هتعلي الحساسية العامة لأقصى حد. 2 حاول وانت بتلعب متقفش عن الحركة. تمام، يلا نجرب. دلوقتي انا كنت مخلي الحساسيه 90 ودي سرعتي، ودلوقتي هعليها لاعلى حاجه زي ما قال لنا تشات جي بي تي، وهنشوف هل السرعه زادت ولا لا. بسم الله. حلوه. انا شايف ان هي زادت الصراحه بجد والله. تصدق لا زادت. انتوا شايفين ايه؟ قولوا تحت في الكومنتات. تاني حاجه بيقول ما تقفش وانت بتلعب. تقريبا قصده اتنطط واقعد، حاجه شبه كده. تعالوا نجرب. فعلا حتى كده يبقى صعب على العدو ان هو يجيب الطلقه في راسي. السؤال التاني وده الاهم، يا تشاد عايز اجيب هيد شوت وابقى شبه المحترفين، اعمل ايه؟ لو عايز تجيب هيد شوت وتكون شبه المحترفين لازم تركز مع العدو لما يوقف حركته، بعدها تحط الايم جنبه وترفع لفوق، وبكده هتجيب هيد شوت بسهوله. ورحت عشان خاطر اجرب الطريقه ولقيتها نجحت معايا. اخر حاجه ودي نصايح، بيقول ان هي هتخليك شبه المحترفين. نصايح هتخليك محترف في لعب فري فاير. 1 خلي زر الضرب 50 أو أكثر. 2 حاول تلعب ب3 أصابع أفضل من 7. 3 حاول التدرب كثيرا. طب اخواتي، ده كان فيديو النهارده، ودي كانت اسرار المحترفين مع تشات جي بي تي. فجربوها واكتبوا لي تحت في الكومنتات نفعت معاكم ولا لا. ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه وانضم لجيش المتلتمين، وسلام.